بصير تسمعوا لي هالصوت. شوف ليها من جوا منغنغة قطر، طرية فلافي وبتقرمش وبتشاهي. عوامة أو الجيمات سموها زي ما تسموها، وشوفوا الطريقة. ببدأ بكاسة ونص مي، معلقة خميرة تقريبا 7 جرام، معلقة سكر، بخلطهم، بدوب الخميرة بالمي، كوبين طحين، معلقتين نشا، رشة ملح، معلقتين ل3 معالق قطر، وأهم إشي القطر يكون بارد. بخلط المكونات. هلا ركزوا معي، أهم خطوة بالعوامة إنه لازم نخلط الطحين كتير منيح حتى يتفاعل الجلوتين معنا وتكون العجينة مزبوطة. تلبسوا جلوفز بتنزلوا هيك. نخلط كتير منيح. لسه بدها كمان. هلا تقريبا العجينة عندي جاهزة. قبل ما تجهز بالآخر، وهي اختياري، أنا بحب أضيف شوية فانيلا. بالضبط هيك. بتقدر تضيف الطعم اللي انتم بدكم اياه، وبتقدر تخلوها ساده. بالنسبه لي العوامل بالفانيلا مع القطر قصه. نكمل خلط. كيف بدنا نعرف انه الباتر عندنا او العجينه صارت جاهزه؟ بعد ما نخلط لازم بالضبط هيك نعمل، ناخذها لازم تنزل خط واحد. اذا نزلت خط واحد معناتها العجينه جاهزه. هلا راح اغطي العجينه بنايل الراب واخليها ترتاح بالضبط ساعه لساعه ونص. لازم يتضاعف حجمها، سكرها كثير منيح عشان نضمن انها تتخمر مضبوط. بنشوفها بعد ساعة لساعة ونص. وهيك يا جماعة تقريبا بعد ساعة ونص ضاعفت عندي. شوفوا كيف الهواء معبيها هيك، شكلها بشهي. راح افضي الهواء منها شوي. شايفين كيف قوامها ممتاز. الخليط عندي جاهز. عندي هون زيت والمعلقة، استعملت المعلقة المعيارية نص معلقة. هلا راح اشكل وانزل على زيت حامي. تشكيل جدا سهل. باخذ المعلقة، بدخل ايدي جوا الخليط، باخذ بالطريقة هاي، بتأكد انه الاطراف تكون نظيفة وبنزل. سمعيني الصوت. بكرر العملية. باخذ بالمعلقة وبنزل. هلا على قد ما اقدر اخلي الحبة صغيرة، لانه بالقلي راح تنفش معي وراح تكبر. ما بدنا شكلها يكون كثير هيك كبير. كل ما احس العجين عم تلزق بالمعلقة بضيف عليها زيت. هلا بالمعلقة بحرك بالطريقة هاي. شايفين اللون احلى. هلا الحبات اللي تبلش تتحمر عندي بنقلها مباشرة على قطر بارد. طبعا القطر هذا مجهزه عياره كاسة ونص سكر بكاسة مي. تقدروا تضيفوا ماء زهر، ماء ورد، فانيلا، النكهة اللي انتم بتحبوها. جاهزة. ننهيها